بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. طبعا إخواننا الأعزاء، النهاردة معانا عملة دار الكتب الوثائق القومية. طبعا دار الكتب الوثائق القومية دي فات عليها حوالي 150 سنة. كانت انشأت من سنة 1870 حتى هذه السنة 2022 السنة الماضية. طبعا العملة ديت 150 عاما على إنشاء دار الكتب زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا العملة دي طبعا مكتوب ثقافة وتنوير زي ما حضراتكم شايفين، وفيه طبعا زي كتاب مفتوح أو حاجة زي كده، يعني رمز. هذا رمز طبعا لهذه العملة اللي هي دار الكتب الوثائق القومية. طبعا فات عليها 150 عام على إنشاء دار الكتب ديت. وطبعا نوريكم الوجه الآخر من هذه العملة عشان برضو نعرف العملة دي يعني المناسبة بتاعتها ايه وكانت معمولة عشان ايه. طبعا هي مكتوب عليه الوجه الآخر زي ما حضراتكم شايفين، جمهورية مصر العربية زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا 1443 و2022. والعملة ما فيهاش طبعا يعني غلطات كبيرة، فيها طبعا بعض الأخطاء طبعا في الإطار زي ما حضراتكم شايفين. الإطار طبعا زي ما انتم شايفين كده من الجهة اليمين اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. الإطار اهوت واسع، وفي طبعا المشرشر داخل شوية. هنيجي الناحية التانية زي ما انتم شايفين الإطار ممسوح خالص زي ما انتم شايفين، والمشرشر هو اللي كابس عليه. هنيجي هنا تحت هنا في المنطقة دي كده زي ما انتم شايفين. طبعا العملات المصرية فيها أخطاء كتير جدا من هذا النوع يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا فضلا وليس امرا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يصلكم كل جديد، وما تنسوناش اللايك الجميل بتاع حضراتكم. وطبعا الاشتراكات يا جماعه مش عايزين نوصي عليها. وشكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.